متابعات ومتابعي موقع أنفو طنجة، أهلا وسهلا بكم. احنا اليوم كنتواجدوا في حي الإنعاش بمنطقة العوامة. هذا الحي اللي الساكنة ديالو كتعاني من وجود اللواقط الهوائية، لكن مؤخرا صدر حكم ابتدائي ينصف الساكنة ديال حي الإنعاش. الغريب في الأمر على أن الساكنة تقريبا المدة ديال 10 سنوات وهي تعاني، وهذه المعاناة ديالها ترجمت الى مجموعه ديال الناس مرضت بمرض السرطان، وهادشي اللي غادي نشوفوه من خلال هذا الروبورتاج هذا في هذه المنطقه. غنقولوا هذه المساله هذه يعني كانت عامله لنا كاننا حنا ساكنين في واحد الحي فيه الالغام. هذا النهار غادي كل نهار كنتظروا شي حاله سرطانيه في شي دار. الحاله النفسيه ديال الساكنه كانت مدمره، يعني بدات تكيحيا فينا الامل. ما كتجبر الزنقه وحده انا ساكنه في الزنقه 60 فيها 5 د الحالات اللي توفاو وجوج الحالات كيتعالجوا. واحد السيده حيدت صدرها كانت كاريه خوات، يعني شي مرعب. 5 الحالات مرضوا بمرض السرطان. هو سرطان ولكن مختلف. هذا كان اللي عنده في الكبده، كاين اللي عنده في الكلوه، اغلبيه الكبده والكلوه. وهاد ولد هاد السيده شابه صغيره مسكين جاها في المائده. انتم كترجعوا هادشي كساكنه، ربما ان هاد اللواقط الهوائيه هما السبب الرئيسي. احنا بحث يعني احنا بغينا نعرفوا مناش. اعطيني عقلك، الا كان من الهواء طنجه كامله غيوقع فيها هيدا، ولا كان من الماء طنجه كامله غيوقع فيها هيدا. كان من المواد الغذائيه الاحياء غادي يكونوا بزاف فيهم نفس المشكل. احنا ولات الزنقه، عندنا الزنقه اللي ما فيها والو فيها 3 الحالات، 3 الوفيات. زنقه 60 و59 و58. عندنا الدوسي عند المحامي فيه داكشي بالتدقيق اللي بغى يطلع عليه، ما عندنا حتى شي حرف زايد او ناقص. هذا هو اللي ثار الانتباه ديالنا. قلنا حنايا ربما يكون شي ضغط ولا شي حاجه. فعلا جمعنا مع بطيتنا واحد الثمن هكا وعملنا شكايات. بديناها من هنايا، بديناها رئيس الجماعه، للقايد، للعمده، للباشا، طلعناها للوالي. من الولايه قال لك هادشي كيدخل في السكنه والتعمير، في الصحه، وزير الصحه صيفطوا المندوب وزير الصحه. بقينا كنتظروا، كنمشيو شي 20 سيده من هنايا كنمشيو للولايه وكنحترموهم، يعني ما كنبقاوش تما كيدخلوا غير 2 ولا 3 احتراما للولايه باش ما كنكونوش عاملين ضجه وداك الشيء، محترمين راسنا. وصلاح الله تاسفوا المواطنين، ديك الموظفين ديال الولايه كانوا معنا تما وداك الشيء، قالوا لنا يعني هذا الدوسي ما خدا حتى شي اهميه هكا. بصراحه رجعنا التقطنا الانفاس ديالنا وبقينا كنخموا شنو غنعملوا. كنا خصنا شي منبر عالي اللي يوصلنا الصوت ديالنا. هزينا ديك الدوسي كامل وديناه للاذاعه الدوزيم في 2014، وجاو صوروا هنايا ودوزوا داك الشيء في شهر 4. ولكن من 2014 ما كان والو. داز واحد الريبورتاج وكان المرحوم الغماري الله يرحمه في الوحده، شفنا ديك الاخبار. ولا حياه لمن تنادي، قال الوضع هو هذاك. والناس كتزيد الاصلاحات وكيزيدوا يركبوا وكيزيدوا الى درجه واحد علاو عليه الديور منا ومنا، وبقاو كيزيدوا يلصقوا له يعني شي حاجات. داكشي كيعملنا الرعب. حنايا ولينا عايشين تصور 2 الاحياء عايشين مرعوبين. حنا في الوطن ديالنا وحنا حاسين بالارهاب. ما نقدرش نشرح لك كيفاش كانوا الناس هنا. اللي كتلاقى كيكون غادي يبكي، كون حنا مظلومين. فوقاش ولات الحاله السرطان كتبان في هذا الحي هذا؟ ما نكذبش عليك انايا، كيحدثوا الحالات وكنقولوا ربما داكشي الله، ولكن مش انا شخصيا الزنقه اللي انا ساكنه فيها ولا بحال الشطرنج. هذا تما قلت لا هذا شي حاجه كاينه ماشي طبيعيه، ما يمكنش. ومني جبنا الخبير يشوف لنا المسافات، واش زعما داك الشيء منطبق ولا واش نقدروا نهضروا على حقنا ولا لا. عملنا الخبره، ها هي عندي بان غير مطابق وما محترمينش المسافه وما محترمينش العلو وهاكو
انا اش كنقول لكم وسيروا فيما بغيتوا. انت ربما بدورك يعني فقدتي الزوج ديالك بسبب ديال مرض السرطان. انا 6 شهور، انا راجلي كان من صحه وسلام. 6 شهور، 6 شهور بالمرض بالعمليه بهذيك. الا حاجه وحده طلب مني الدكتور، قال لي السرطان كاين جوج د الحاجات، كاين واحد كيكون فينا كيخلق فينا، وكاين واحد كنقدروا ناخذوه من الحاجات، كان يا اما من التغذيه بحال دابا الناس كياكلوا الخنزير والشراب وداك الشيء، يا اما من شي اشعاع، يا اما من شي حاجه. دابا الا قبلتي زعما غادي نعمل تشريح لواحد الجزء من ديك الكلوه اللي مريضه عند الزوج ديالك، وهذه يعني نخلصوا حنا ديك التشريح. قلت انا نعرف علاش لا، الحمد لله المحسنين وخوتي على برا وعاونوني بزاف. وشنو كانت النتيجه؟ صحابو كانت النتيجه ديك التشريحه هي عندي، ديك التشريح خرج بانه خداها من برا. هذاك اللي تار انتباهي باش نطلعت الصباط انا على هذا الشيء هذا، وجمعت جارات ديالي وقلت لهم راه رجالكم اللي ماتوا داك الشيء، راه هذا الشيء كيجينا من برا، خصنا نشوفوا حل، ما نبقاوش هكذا. مادام هذا حتى واحد ما سمعنا، حنا نشوفوا القضاء، حنا نشوفوا. دابا اليوم كنحسوا براسنا باننا مغاربه، وعندنا ملك وعندنا سلطه وعندنا اللي يحمينا. شكون ما بغات تكون اي شركه كيف ما بغات تكون، واي واحد يكون كيف ما بغى الفلوس، يكون عنده اللي بغى يكون. حنا واخا دراوش راه حنا محميين الحمد لله. اليوم عاد حسينا بالوجوديه ديالنا، ما كذبش عليك، كنا كنحسوا براسنا بحال الدبان، كنموتوا يعني محتقرين. اقسم بالله الا كنت كنحس براسنا محتقرين. دابا ربما القضاء نصفكم، دابا كتنتظروا فقط التنفيذ ديال الحكم القضائي. مني نصفنا القضاء ما تصورش حسينا بحال ديك الشجره اللي كانت كتموت وسقيتيها. احنا كنا بحال الشجره كتموت وتسقينا بهذا القضاء هذا. الله تعالى وتبارك يجازيهم بخير، والله يقوم الامثال ديالهم، وانا كنشكرهم على النزاهه ديالهم وعلى صوتنا اللي سمعوه. على الاقل سمعونا هما الناس القضاء كما سمعونا الناس الاعلام. مشكورين. وحنا كان الحمد لله. وديك الكلمه اللي حضرت عليها بالمطرقه الخشبيه باسم جلاله الملك، الحكم باسم جلاله الملك، فخره وتاج فوق راسنا الحمد لله. والله تعالى ينصرنا الملك ديالنا ويعطيه ربي صحه جديده، وحنا كنبغيوه. دراوش راهم كيبغيوك. تنصفنا باسم جلاله الملك، وهذا فخر الحي ديالنا كامل. بالنسبه لبني راه واحد مرض غير عادي كان فيه، فهمتي. احكي لي كيفاش اكتشفتي المرض ديال بنك بني كان المهم عادي بحال هاد العوالي كيلعبوا دابا حاليا. المهم نعس وناض كيقول لي ماما عنقي كيحرقني. انا شنو جاب لي الله، لان العائله مخضه ولا شي حاجه، ما ضرنيش شي حاجه زايده. صافي ساعتها بقيت كنطبيب من هنا. واحد النهار مهم ملتو سكانر ديك الشيء، اكتشفت بان العائله مرض بالسرطان، فهمتيني. والسرطان غير عادي، زرع مهم عنده في النخاع وفي المعده، المهم مضروب من كل اتجاهات بحال هذا يقول لك بزاف. ايوا صافي بقينا 3 سنين ما بين الرباط ومراكش هنا حتى واحد النهار ضرب بامانته. ومشكله بدينا بحال هذا يقول لك اليوم بني، غادي ان شاء الله كنتخبر بالجار ديالي، بعدو كنتخبر بولد الحومه ديالي، واحد الشيء غير عادي، فهمت. واش الاطباء، واش الطبيب اللي كان متبع مع الحاله ديال بنك، واش قال لك على ان ربما اللواقط الهوائيه، واش حكيتي له بعدا على انكم؟ انا ما طاحتش عليه بان الريزو. واحد المره اكتشفنا بان الحومه ديالنا بزاف، واحد الشيء غير عادي، ماشي انا. ربما انا كنت صافي بني مرض السرطان عادي، ربما شي حاجه. حق واحد المره ملي بداو الناس بزاف كطيح في السرطان، بديت كنقول يا حفظ الله، بدينا كنشكوا في الريزو، فهمتيني. ربما يقدر يكون مشكل في الريزو على حد العلم ديالنا. والناس انا قلت لك ملي كتكون ناعسه الموكين ديالهم كيزلزلوا بزاف، فهمتيني. ايوا صافي هادشي اللي نقدر نقول لك. الحكم القضائي الاخير ديال المحكمه الابتدائيه كتحس على انه نصفكم؟ بزاف فرحت، كقسم لك بالله، وكتمنى اللي باقي ربي يكمل علينا بالخير. على وجد هاد العوال اللي حدانا، على وجد هاد العوال. راه اليوم قزبني غادي ان شاء الله يقدر يكون هذا، يقدر يكون هذا، راه توقع اي حاجه. انا قلت لك واحد النسبه مرتفعه السرطان عارف هاد البلايص هادو بزاف. احنا عندنا في الحومات ديالنا فين يما وديك الشيء ما كاينش هادشي هذا صراحه. الله كاين عائلتي ساكنه في الحومات اخرين ما كاينش. ملي كنجي هنايا كدبش عليك، راه كلشي عندهم دوسيات في يدهم. انا كيف ما قالوا لي الناس تقريبا اكثر من 15 حاله اللي ساكنه هنا مرضت بسرطان في هذه العشر سنين الاخرانيه. بصح بصح انا قلت لك الناس الحوامل ما بقاش كيتكملوا من الحمل ديالهم. صحابي خوتي صراحه الله
انا قلت لك اليوم مع عمره غدا ان شاء الله زيدوا زيدوا زيدوا. حنايا في الحومه ديالنا هنايا الصراحة. 5 كاينين. الحومه ايوا ديالنا دابا حنايا مور هادشي كاينين 5 اللي فيهم. تنتي نفس المساله، عندك شكوك على ان مرض، على ان الريزو او هذه الوقت الهوائيه هي السبب ديال مرض السرطان؟ ضروري لحقاش يعني الحومه فيها بزاف، راه وصلت شي 25 حاله هنايا في الحومه فيها السرطان، والحومه اللي ساكنه فيها انا فيها 5 ديال الاشخاص اللي مراتين بالسرطان، واحد الراجل فيهم مات، ودابا 4 باقي مساكن كيتعالجوا، 4 نساء باقي كيتعالجوا. يعني راه الريزو راه عنده الدور بهذا المرض. 3 ديال اللواقط الهوائيه يعني في واحد المنطقه راه قاصحه بزاف للناس، والعواول صغارين، يعني الناس كيخافوا على اولادهم، كيخافوا على الناس كبارين، راه كلشي مريض. واخا غير راسك كتحس براسك راه كيتزنزم بوحديته. انا بني كنت تبارك الله صحيح، عرفتي لا صحه فيه هزوك يا ربي تبارك الله صحيح. كنشوف العيل غير ناقص، غير هودها هودها هود، كنقول له مالك يا ولدي العيل ما الا كلا طريف الخبز قد هيدا حاشا كيرد كنقول له مالك يا ولدي نقصتي ديك الساعه ضربت بحال الصفوريه، بقيت كنديه هيدا نشرت له كنقول بالصفير وديك الشيء، وهو ساعه ضربه المعده وجالس كيلعب فيه. ديتو لهنا عند السقلي قوستو عمل له التحاليل، بقات سيمانه عاد شبرت التحاليل ديالو، ملي شبرت التحاليل ديالو قال لي شريفه بنك راه فيه سرطان، كتب لي نمشي نسوق البقر، مشيت نسوق البقر عمروا لي واحد الدوسي دفعوني للرباط، مشيت للرباط الماده ما كايناش، الله يحسن العون حنا عمو ساكن، وديك المرض هذاك خصو الفلوس، ساقوا خوتي بيا الخبار والجيران والناس والحباب والجمعيات الله يكثر خير كل واحد عاونوني باش مشيت للرباط. شحال المده اللي بقى ما بين المرض ديالو وبين الوفاه ديالو؟ شهر. اللي جبتو من الرباط 3 شهور وانا في الرباط كاريه في لوطيل تما صافي. الكرا غالي 200 150 الف فرنك، 150 في 8 ايام. شنو عاد تاكل؟ شنو عاد تصرف؟ باش عاد داوي ديك العايل؟ وشكون باش يعطينا ديك الماده هذيك حنايا؟ اذا شهر ربما كان انتشر فيه السرطان، يعني كان ديجا اصلا كان انتشر فيه. انا اللي بين لي المرض ديالو هو السقلي هو اللي عمل له التحاليل. اما الاطباء اخرين عليه تنقوز ما كاينه صافي، كيخرجوا عندك دواء المعده كيقول لك صافي يا سيدي الله مشي بحالك زعما ما فيك والو. التحاليل هو اللي بين له كل شيء. الجيران ما عندنا معاهم حتى شي حاجه فهمتي، ورقنا ومقرين، ولكن هذا الشيء بزاف علينا. اليوم جات في بني غدا تجي فيا تمشي الدار كامله، يمشيو بالجيران مرتو الجيران مرتو، كنا عاد مات واحد مسكين هنايا، حنايا جار وجار وجار وجار، 7 اللي ماتوا قدامنا. دابا القضاء نصفكم كتنتظروا فقط التنفيذ. التنفيذ خصنا التنفيذ سيدي، وهذا الشيء زول من هنايا. حنا ما نظلموا حتى شي واحد، ولكن هما اللي ظالميننا دابا. سمعتي لي كعلق زعما علقوا هذا الشيء هذا، راه حنا مشينا في الصحه ديالنا كاملين، الراس كيزنزل، الصحه ما بقاتش فينا، حنا ماشي حنا مضاعش نقول لك كناكلوا شي حاجه ماشي مزيانه، سمعتيني؟ وهذا الشيء بزاف خص الانسان، حنا الجيران بعدا يحيدوا هذه المصيبه هذه راه مصيبه كيقولوا لها، يعني ضرر ليلهم وضرر ليلكم حتى نتوما. ليلهم وضرر لينا حتى حنايا، سمعتيني؟ بزاف تعداو علينا بزاف. الله يا ودي، واليوم مشينا العائل غدا يمشي شي واحد اخر، يمشي الراجل يمشي، ايوا غنبقاو حنايا صافي. داكشي امر الله، ولكن حتى هذا كيزيد. واجي في الليل واجي تصنت شنو كيكون بحال مواجد البحر، الراس ديالنا ملي كنعسوا الودين ديالنا كاملين كيصوتوا. واه هادشي بزاف، حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، كنطلبوا الحق ديالنا. الحق ديالنا هادشي زول من هنايا، حنا ما اديونا من اديهم، الحق ديالنا كنطلبوا الحق يزول هادشي يا سيدي من هنا، هادشي بزاف علينا. حنا عيينا والله العظيم، ما بقى عندي ملي كنت كنداويه، ما بقى عندي حتى باش نقي سناني. سمعتيني؟ خوتي مساكن راه صردوا لي شي جد المنيول، الجيران يعاونوا والحباب يعاونوا والجمعيات يعاونونا، ايوا هادشي الحمد لله، ولكن هادشي خصو يزول من هنايا. محمد موسك من عضو من الجمعيه حي الحداد للتنميه والتواصل. السانكيرو هذا الشيء هذا اللي وقع في الحي ديالنا، 3 ديال الريزوس ما كاينش البعد ديالهم حتى 100 ديال المترو، والساكنه متعاونه معنا، وحنا والجمعيه متعاونه مع هذا الشيء هذا.
وكنشكروا القضاء اللي نصف لنا هذا الشيء هذا، وكنتمناو النهائيه ديال الحكم. ايوا والناس مريضه، راه 25 حاله اللي كاينه مريضه وما اكثر. انا كنعرف الناس هنايا باعت الدار ديالها بسبب هذا الريزو، الناس ما كتنعش يبقاو تصدع هذا الريزو. وكنطلب المحكمه تشوف الحال ديال الشيء هذا ويكون الحكم النهائي في اقرب وقت. وكنشكر الاذاعه ديالنا وشكرا للجميع وتحيه لكم، شكرا بزاف.